3 أشياء ممنوع تسويها بكأس العرب لأنه ممكن تنسجن وتتدمر حياتك، خصوصًا رقم 1 ركزوا فيه منيح جدًا. نبدأ برقم 3 شرب الخمر، إذا بتشرب الخمر وأنت موجود في قطر وتوزع الخمر على الناس، هذا شيء ممنوع، ممكن تنسجن لفترة طويلة جدًا لأنه ممنوع شرب الخمر. رقم 2 السب أو الشتم على بعض، يعني تشتم شخص في دولته أو تصير في عنصرية وشتم وضرب بشيء يخص الدول مثلا، هذا الشيء ممنوع ممنوع جدا، واحنا كنا عرب ولازم نحب بعض بالاساس. يوم اقول لك رقم 1 اتمنى الكل يعمل فولو لايك. اكتبوا لي بالتعليقات مين تتوقعوا يفوز بكأس العرب، واللي يجيب جوابه صحيح او توقعه الاكثر انتشارا راح يربح معنا شيء قوي جدا. اكتبوا لي بالتعليقات مين تتوقعوا ونشوف مين اكثر شخص بيجيب لايكات بالتعليقات. رقم 1 اللبس او الافعال الغير اخلاقيه، اي شيء غير اخلاقي ممكن تسويه، هذا الشيء راح يعرضك للمساءلة القانونية، فالكل يكون محترم اكيد. هذا الشيء أهم شيء، اللبس والأمور الغير أخلاقية، مثلا تعمل بوست، تعمل أي شيء غير أخلاقي ممنوع.